طبعا كلنا عارفين ان اللي فك رموز حجر رشيد هو شامبليون. طب بالعقل كده، هو شامبليون كان يعرف اللغه المصريه القديمه؟ طب بص بقى اما اقول لك، شامبليون لما جه مصر اتعلم اللغه القبطيه على ايد الكاهن يوحنا الشفتشي. يوحنا الشفتشي كان من عيله بتشتغل في الذهب، وكان شاطر جدا في الفرنساوي لدرجه انه اشتغل مترجم مع الجنود والضباط الفرنسويين. ولما لقوا الحجر في قلعه قايتباي في مدينه رشيد سنه 1799، فلقوا مكتوب عليها رموز، مكتوب عليها بالثلاث لغات: الهيروغليفيه واليونانيه والديموطيقيه. ولأن شامبليون اتعلم اللغة القبطية وبقى أستاذ فيها، فقدر يفك رموز حجر رشيد سنة 1822، وسموا الحجر حجر رشيد نسبة لمدينة رشيد. ولولا الكاهن يوحنا الشفتشي ما كانش قدر شامبليون يتعلم اللغة القبطية القديمة ولا يفك رموز حجر رشيد من أساسه. فالفضل في فك رموز حجر رشيد يرجع للكاهن يوحنا الشفتشي.